حلو حلو. المهم ده الرد اللي سمع من طبيعي ملكة في بداية المشكلة كان راي شنو وحسه راي شنو. ده بداية المشكلة. اسمع الفيديو بداية المشكلة بتاعت كودة. خدوا لنا التار ده، دي العدالة اللي أنا بعرفها. بعدين كان إحنا بنصالح بنقعد مع الناس دي في الواقع، لكن غير كده ما في. لازم يذوقوا من نفس الكاس يشربونا منه. ده طبعا هنا بتتكلم عن الناس الشرقية انه دار ياخد منهم التار. ده بداية المشكلة لما دورت في كودة انه عندها تار مع الناس الشرقية لازم ياخدوه منها. بعد ذلك نشوف تاني حسن لما اعلنوا المبادرة هي بتقول في شنو. طيب الناس ديل لما المشكلة دي بدت من البداية كويس، ليه الناس ديل أن إحنا ما سمعنا لهم صوت ولا بادروا بحاجة زي دي؟ ما كانوا ساكتين. طيب الجديد شنو؟ إنهم يبادروا بحاجة زي دي. انا ما عارف انت ليه بتكيلي بمكيالين من طبيعي ملكة؟ انت لو بتتكلم عن الحركة الشعبية كانت ما بادرت. تخيلي اول ناس بادرت تتكلم على ناس المنصات انه ما بادرت. اوائل الناس بادرنا ورفضنا حاجة اسمه حتى تتاجروا باسم قبيله بتاعت الاطورو، ورفضنا انكم تعملوا المبادره المشيتوا شحطوا بيه عالميا. بقيتوا نوبه شحادين. الناس كانت واقفه ورافضه الحاجه ده كويس، بل انتوا بقيتوا تمشوا المنصات بتاعت المشطاء الاطورو ورافضين الناس الداعمين للحركه الشعبيه. فما تكل بمكيالين يعني. لكن انا داير اقول لك ليه انتوا كنتوا وين؟ طيب في الخرطوم كايت داعم للجيش كده لما قاعد يحصل محزله لاولادنا النوبه في الخرطوم يا من طبيعي الشحاده. انتوا كنتوا وين لما قاعد يعملوا تصفيات لاولادنا في الخرطوم بوجوه غريبه وبالمتعاونين وبالحاجات ده؟ انت كجياشيه كده كنتوا وين؟ ليه ما رفضت الحاجه ده يا من طبيعي ملكه؟ ليه ما رفضت الحاجه ده؟ وانتوا كنتوا وين لما مشكله الفاشر اصل عندنا العلامه تتكلم ده؟ وده خدت علامه الفاشر بعد سقطوا الفاشر وينتقوا من المواطنين. الفاشر جيتوا خطيته وقال دعمين مشكله الفاشر بعد خلاص اهلنا ماتوا في الفاشر. فما تكيل بمكيالين. نواصل. انت ما فكرت في الكلام ده بينك وبين نفسك؟ الخلام شنو انه يجي يقولوا بعد ما اهلنا مثلا يسيطروا هناك هم يجي يقولوا خلاص احنا دايرين مبادرة صلح؟ بعد اهلنا سيطروا هناك. طبعا هي غلفانيه ودعم للكباشي. من طبيعي ملكة ده الناس اللي ما عارفينها يا اخوان، هي غلفانيه ودعم للكباشي وكحكومه الفمل، لانه قال بعد اهلنا. اهلك مين؟ ما حسيت قلت داير تنتقم من الناس الشرقيه. اذا الناس الشرقيه ما اهلك يا من طبيعي ملكة، معناته عندك قوه هناك كغلفانيه كده، قوتك مسيطره هناك وانت رافضه الحاجه ده، رافضه المبادره ده. اوكي واحد. انا بكون معاك واضحة يا هكوة. الموضوع ده ما ممكن ده يقللوا من شأن حنا اللي هناك ديل عشان يقوموا يرضغوا للحركة الشعبية، والحركة الشعبية هي تكون منتصرة. ويمكن برضو عندهم خطة تانية أخبث من كده. طبعا الخطه الاخبث من كده ما في خطه اخبث من خطه الحراك المدني اللي هي دعمها اللي اسمها من طبيعي ملكة دي بواسطة أردول والكباشي. ده أخبث خطة الجايين بيو. يعني دايرين يقلبوا الطاولة، الصورة مقلوبة هنا. يعني هم عندهم الخطة الخبيثة، فدايرين يجي يقولوا ناس الحركة الشعبية عندهم خطة خبيثة إنه بادروا بالمبادرة ووقفوا الاقتتال في هنا في مناطق المحررة. نكمل. خطتك هي الخبيثة يا من طبيعي الشحادة. انت الخطتك واضحة خبيثة. اللي هي ليه هم من زمان ما فتحوا خشوم يتكلموا؟ مثلا قالوا قاعد يحصل ده غلط، وقفوا الكلام الحاصل ده. عبد العزيز ما عارف أي شيء تام تحت علمه، ليه ما فتح خشوم؟ طيب سيدك الكباشي ما عارف كان في تصفيات في الخرطوم وليه ما فتح خشمه؟ كباشي ليه ما فتح خشمه لما قاعدين يصفوا اولادنا في الخرطوم بوشوش الغريبه ومتعاونين والبنات ما خلوا شي كسير البيوت؟ ليه ما فتحتوا خشمكم يا من طبيعي ملكة؟ بل انتوا بقيتوا طلعتوا تبرروا كسر البيوت وتبرروا بالمتعاونين. قاعدين تبرروا يعني انتوا ما تكيلوا بمكيالين. وكان غيرك اشطر يا حبيبتي. انا ليه كانوا ساكتين باللي بيحصل في الخرطوم لاهلنا؟ ليه يا من طبيعي الشهاده؟ كباشي كان ساكت ليه؟ كباشي هو الرجل الثاني في الدوله، كان ساكت ليه بالنسبه للي حصل لاهلنا في الخرطوم؟
واحد في الوقت ده ليه؟ وقت انه هنا شاف انه نحن اهلنا قويين وثابتين على كلمتهم. كويس؟ ليه لما هم يجوا مثلا يخطوا الخطوة دي ويشيلوا أراضيهم ويقعدوا فيها، ليه هم يجوا يبادروا بالبادرة دي؟ أكيد إن عندهم حاجة في راسهم. طيب محمد، الطردوا من اراضيهم منو يا ماما؟ ما نقدر نعرف الطردوا اهلنا الاطور من كوده منو؟ ديل انتوا يا من طبيع ملكه، انت والكباش واردول ومحمد حسين وعمار ناصر واندر ذا تيبل دايما بقولوا تبلدي انتوا طردتوا اهلنا من اراضيهم في كوده وقلت لهم دايرين يقتلوكم، امشوا الجبال يا متمردين يا مجرمي الداعشيه يا الارهابيه من طبيع ملكه. انتوا طردتوا اهلنا من كوده وقلت لهم دايرين يقتلوكم ما تنزلوا من الجبال، وعندنا حاجات كثيره نوادر قاعد تقولها بواسطه الحراك المدني. انتوا طردتوا اهلنا من مناطقهم، حجرتهم وديتهم الجبال، فما تكيل بمكيالين زي ما كسرتوا الناس في الخرطوم مشيتوا طردتوا اهلنا من كوده. واحد يا ناس الحراك المدني يا الخرا المدني. حمدان ده مش هو السبب في الانتهاكات والقتل حتى لأهلنا المساليت ولكل أهلنا في السودان. أنا ما أقدر أتطرق لك للمشكلة دي كتير. ما تكيل بمكيالين. سبب القتل والدفن ده الجيش السوداني، لأن نحن كلنا قعدنا وشاهدنا كانوا بيطلبوا الطيران من البرهان، برهان مرسل طيران. كان ده اتفاقية بتاعت الجيش إنه يقتلوا ناس في الجنينة وحتى الفاشر، فما تكيل بمكيالين يا ماما. نحن أهلنا لو ما خدتوا بالهم. أنا براحتك خالص بالمناسبة، ترى في أي مشكلة. تمام. هنا لو أهلنا ما خدتوا بالهم مدام هم أصلا صمدوا الفترة دي كلها كويس، وده حقهم أصلا وهم رجعوه كويس، ليه يدوا فرصة تاني لمحمد حمدان ده يجي يتدخل بيناتنا مدام هو ذاته بسببه إنه المشكلة دي قامت والحاجات دي حاصلة وعبد العزيز كان عارف كل شيء وقام بسبب محمد حمدان ده كله تدخلوا شنو؟ انتوا القلتوا يجب ترحيل الحركة الشعبية من جبال النوبة، خطتكم ده فشلت. قلتوا ما دايرين عبد العزيز الحين ما بيمثل النوبة مسالاتي، خطتكم ده ما حيقدر يشتغل بيه وفشلت. جيتوا بالحراك المدني وكونتوه ما صدقتوا، ولقيتوا موضوع بتاعت المشكله بتاعت العطور وده لقيتوا فيهم شيء انتحزتوها وتاجرتوا بيها في المنصات وفي المواقع. انتوا انتوا الكنتوا دايرين الحاجه ده يمشي، فما تكيل بمكيالين تقول المشكله المقومه محمد حمدان ده. قول انتوا اللي قومتوا المشكله دي، انا في الحراك المدني والحراك الكيزاني والحراك الاستخباراتي بتاعت الجيش، انتوا اليد الاولى في الحاجه ده، فما تكيل بمكيالين يا من طبيع ملكه يا عائله البقري. انت ده انتوا كونتوا الحاجه ده وساعدتوا في الحاجه ده وخليته يكبر. واحد بالمناسبة الناس دول عندهم خطة خبيثة شديد. شفتوا اللي حصل في المساليد؟ لو الكلام ده انتوا اهلنا ديل ادوا اضانوا للناس ديل حيحصل اكعب من اللي حصل في المساليد. وتشوف طبعا ما في حاجه حصل في جبال النوبه قبل اليوم اكعب من الحصل اللي شفناه في الايامات في الشهور اللي فاتت. الضبح وتقطيع الجثث وتمثيل بالجثث وتشريد وهجوم الناس بالليل نايمين. ما في حاجه حاصل في جبال النوبه قبل اليوم غير حسب وسط الحراك اللا مدني وإقرار اللا مدني اللي قاعدين يدعموا الكيزان والجيش الارهابي واللي قاعدين يدعموا في الاستخبارات بتاعت الجيش. ما في حاجه اكعب حصل يا من طبيعي شهاده انت عبر المنصات. ما في حاجه حصل قبل اليوم اكعب لاهلنا في النوبه غير الحسد بوسطكم يا حراك الخرا. انتوا واحد كلامي ده انا هنا اتكلمت لك بكل وضوح، لانه الناس ديل احنا قاعدين وقارين المشهد، حتى السيناريو اللي هم تموه في دارفور عملوه كيف. طيب ليه ما قريتوا المشهد في الخرطوم يا ماما؟ ليه ما قريت المشهد في الخرطوم لما نقتل في اولادنا وفي اولادك واخوانك في الخرطوم؟ انت كنتي اليوم هذاك في غيبوبه نايمه نوم اهل الكهف اليوم هذاك يا من طبيعي الشهاده. انت لما قاعدين يكسروا اهلنا في الخرطوم ما قريت المشهد ليه؟ لما بالمتعاونين بوجوه غريبه ما كنت بتقري المشهد ده ليه؟ يا بتاع الفتن انت يا مجرمه الحرب انت يا ارهابيه. ده من طبيعي ملكه وحكومه الفملي تبع الغلفان بوسط الكباشي اللي هي بتحرض في الناس ديل. انتبهوا يا من طبيعي ملكه، انا معاكم الزمن طويل. اقعد لسه